أول ما جبت البنت اللي هي شهاليل راح أغير اسمها بعد 4 سنوات بالمحاكم، وينفق على زوجته رقية الكريديس، مشرفة تربوية، ما هي بحاجته أصلا براتبها، هي اللي تصرف عليه، مع ذلك ينفق عليها وعلى عياله. ورغد أو بالأصح شهاليل وقف النفقة ولقاها فرصة، راح شكاني بهيئة التحقيق ومبسوط. عموما يا سامة مؤسسة النقد، شكرا لكم، الآن ظهرتوا للعالم قديش السعودية تتعامل معي كمرأة، شلون تتعامل معي المحقرية. أنا وقفتوا حسابي البنكي، ويوم جيتكم عشان توقفون حساب ناصر وتوقفون حساب محمد الجاسر وناصر عبيد ما ينفقون على بناتهم، طنشتوني. وقاضي التنفيذ اللي هو إبراهيم المزيني بتلفون يرفعه للمسؤولين اللي هو يعرفهم، يقولون والله الموضوع خرج من يدنا، أو القضية حفظت يا عايشة. وعايشة يا حيل الله من المحكمة الله المستعان، يعني مأساتي ما ودي أتذكرها، لكن والله العظيم إني فخورة بنفسي إني قدرت أحمي بناتي من مطاوعة مربين اللحية، وللأسف لا خوف من الله ولا يحزنون. لعن أبوكم رحت للمحكمة أطلب حضانة وإضافة، لا خوف من الله ولا يحزنون. لعن أبوكم رحت للمحكمة أطلب حضانة وإضافة ونفقة، وآخرته يجي إبراهيم المزيني يقول علمانية وليبرالية، ولا أنت متمردة وتشجعين الحريم أنت يا الحريم شر منزل. طيب يا أخي دامي شر اترك القضية. قدمت لك طلب بالتنحي ورفضت الطلب، قلت لي من أنت عشان تنحى عشانها؟ من أنا يا أخي في المادة 92 من نظام القضاء السعودي، إذا القاضي متسلط علي أو يعني صار بيني وبين خصومة، أو يعني خصومة بين القاضي وأحد المدعيين، بكل بساطة يتنحى. آخرتها أقدم عليك تقول لي من أنتي؟ طيب ونحل معك إبراهيم مزيني 7 سنوات، ايش تبي من زواج مسيار وإحنا متزوجين وغيره، وش تبي من؟ إذا رئيس مجلس القضاء الأعلى، إذا أنت تسمع رسالتي هذه، أنا وبناتي برقبتك يوم القيامة، إيقاف حسابي البنكي، وأنا اللي أصرف على بنياتي